هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 بجد. يعني انا حاسه ان انا بقالي كتير مصورتش، حتى اخر فيديو مصوره بقالي مده ولسه منزلاه من كام يوم. بس بجد بجد انا حاسه ان انتوا وحشتوني، ووحشني ان انا اقعد اتكلم معاكم واصور معاكم ونجرب منتجات جديده. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا قضيتوا عيد سعيد واتبسطتوا في العيد. اخيرا رجعت لكم بفيديوهات المنتجات الجديده، وهنجرب النهارده منتج جديد نجرب مع بعض. قبل ما ابدا الفيديو انا عايزاكم يا جماعه تكتروا من اللايك، يعني اللي يدخل يشوف الفيديو حطي لايك. ما تنسوش اللايكات عشان اللايكات بتساعد الفيديو ان هو يترفع للناس اكتر. وكمان قبل ما ابدا الفيديو، اللي ما يعرفنيش انا شوشتة، ودي قناتي وبجرب فيها منتجات جديده، مطاعم جديده، وساعات بعمل روتينات فلوجات. يعني بحاول انوع عليكم كده في المحتوى. اشتركي في القناه وفعلي الجرس وشيري الفيديو لاصحابك، ويلا هنبدا الفيديو. وجايبه لكم النهارده منتجات جديده. انا جايباه على اساس ان هو اندومي يا جماعه، انا فاكراه وان هو حاجه زي الشعريه كده، في علب كده زي ما انتم شايفين جاهزه ان احنا نحط عليها ميه سخنه زي الاندومي، وليها طعم وبتتاكل تقريبا بالمعلقه. هنفتحها دلوقتي ونجربها مع بعض، ويلا نبدا الفيديو. على الجاهز شوربه بالشعريه سريعه التحضير. ده شكل العلبه. اولا الشكل جميل جدا، العلبه دي ب5 جنيه. الشكل عاجبني قوي، يعني ممكن اخدها وانا مسافره في اي مكان، فزي علب الاندومي بنكهه كريمه الدجاج الحاره. احنا دلوقتي هنجرب على الجاهز، وده منتج مصري، وهنحط عليه الميه السخنه دلوقتي. عاجبني قوي قوي لون الورقه اللي هي بتتغطى بيها دي، شكلها تحفه. اللون ده بحس ان هو بتاع حاجات الاكل وحاجات المطبخ، فاهمين؟ اولا الكيس بالشكل ده. بصوا، هو شكل الاندومي بس متكسر، والكيس صغير قوي قوي، يعني مش كتير، مش مليان. وحاطين التوابل دي، ده المفروض اللي هو بالنكهه اللي هم حاطينها. وكمان حاطين معلقه. طب كويس، بصوا انا كنت جايبه معلقه، كويس ان هم حاطين معلقه، يعني حلوه زي ما قلت لكم ان هي في السفر والحاجات دي، بس يا رب يطلع طعمها حلو. دلوقتي هنحطها في الكيس، هنحطها في الكوبايه بتاعتها، وكمان هنحط التوابل. احنا خلاص كده عرفنا هنعملها معاملة الشوربة، طالما معلقة وكده يبقى معاملة الشوربة، والمفروض ان احنا نبقى مزودين فيها المية. ايه رأيكم؟ هفضي المية في ال4 علب عشان يلحقوا يستووا، وبعد كده نجرب ال4 ورا بعض كده، ايه، من غير ما نستنى. ورجعت لكم تاني، ويلا نجرب مع بعض وندوق بقى ونشوف على الجاهز ده نظامه ايه. تعالوا نجرب اول واحدة، شوربة شعرية بايه؟ بالدجاج والخضروات. هقلبها بس تقليبة كده، مش عارفه بقى هيبان لكم ولا ايه، يا رب يبان. شايفين عامله زي الشوربه قوي. بصوا الشوربه عامله لونها اخضر ازاي، مخضره شويه وفيها حاجات مفتفته. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا بصراحه. الشوربه يعني تحسوا ان هي تقيله، مش ميه زي بتاعه الاندومي ميه. لا، دي تحس ان هي زي ما بقول لكم، اصلا البودره بتاعتها نفسها اكنها حاجه مطحونه، فراخ مطحونه او فعلا سجق مطحون. والله هندوق ونعرف دلوقتي. يا ريت كده اللي جربه يقول لي هو حلو وعجبه ولا لا، واللي ما جربوش يقول لي ان انا هروح اجربه. مم. اولا المعلقه بتاعتهم دي عاملينها معلقه شوكه، فهي لما بتيجي تطلعي الشوربه، الميه طبعا ما بتطلعش، بيطلع بس اللي هي الشعريه. فانا ما بحبش كده، فانا هستخدم المعلقه اللي انا جايباها عشان ادوق طعم كمان الشوربه بتاعتها. انتوا فاهمين؟ عشان اعرف اتذوقها يعني. وانا بحب جدا جدا الشوربه والحاجات السخنه، الميه دي فبحبها سخنه مولعه مولعه. انا مش عارفه هي طعمها ايه بجد. في الاول دقت طعم القلقاس، يعني حسيت ان انا بشرب شوربه القلقاس، بس القلقاس اللي هو ايه، بتاع البنات اللي مش بيعرفوا يعملوا قلقاس. بس اللي هو في الاول اداني قلقاس، بعد كده اداني ايه، شوربه فراخ. ثانيه واحده. بصوا هو طعمه مش وحش، طعمه حلو.
ولذيذ يعني كده، هو فيه طعم حلو كده زي بتاع عارفين زي مية الاندومي، هو فيه طعم حلو زي مية الاندومي كده، زي التوابل بتاعة الاندومي. بس هم مزودين فعلا هنا خضروات، يعني العلبة نفسها والله مش عارفة بجد اوريها لكم، لو شايفين المعلقة العلبة نفسها فيها خضار، فيها خضار متقطع، انتوا فاهمين؟ فهنا مزودين فعلا نكهات يعني مختلفة تماما عن الاندومي. الشعرية دي زي الاندومي خالص جدا، بس هي المية بتاعتها مختلفة خالص عن المية بتاعت الاندومي يا جماعة، بس هي مش وحشة. يعني هديها 8 من 10 بصراحة. يلا ندخل على تاني واحدة، تعالوا نجرب اللي هي ايه بالكريمة، باللحمة والكريمة. العلبة هنا بيضة اهي خالص، شايفين الفرق؟ دي كانت خضرة طبعا زي ما قلت لكم، هي سخنة جدا بتاعتي علشان اطلع الميه بتاعتها. هنا تحسوا ان الشوربه سميكه شويه اكنها فيها نشا او حاجه، فيا رب يطلع طعمها حلو. لا هنا ما عجبتنيش قوي بصراحه، حاسه ان الطعم مش باين اصلا، النكهه خفيفه جدا اكني بشرب اندومي عادي او الشعريه دي، بس بميه النشا زي ما قلت لكم في الاول، شكلها عامل زي اكنها نشا. هنا اكنها شويه نشا متملحين كده وحاطين نكهه بسيطه جدا بعيده. هنا ما عجبنيش بتاعه اللحمه بالكريمه دي، هديها 5 من 10، ما عجبتنيش. تالت واحده هي بالسجق الشرقي الحار. هنا اللون عامل ازاي؟ يا رب يكون فعلا عارفه اجيب لكم العلبه. بصوا هنا اللون مختلف خالص، هنا محمره كده. بتاعه الخضار لونها اخضر برضو، عايزه ااكد لكم ان هي لونها اخضر. بتاعه اللحمه بالكريمه فعلا لونها ابيض، هنا لونها محمر كده، شايفين؟ هنا شكلها يعني شكلها لذيذ اكتر. تعالوا ندوق كده شروه. لان النكهه قويه جدا. بتاعه السجق فيها فعلا سبايسي، نكهه التوابل قويه قوي بس مش حلوه، مش عجبتني. بتاعه السجق ما عجبتنيش، يعني نص نص كده، فهديها 6 من 10. لحد دلوقتي بتاعه الخضار اللي هي بالدجاج هي احلى واحده. ندوق اخر واحده، كريمه الدجاج الحار. ده شكلها برضو ايه، يعني لونها برضو ايه مغمق شويه وبس فاتحه عن التانيين. مش عارفه طعمها مش باين بالنسبه لي، استنوا كده. ده سنه سبايسي، بس هي برضو طعمها مش واضح قوي، بس مش وحشه زي التانيين. يعني بتاعه السجق زي ما قلت لكم الطعم كان فيها قوي قوي، فما كانت اوفر طعم التوابل اللي فيها اوفر، فكانت وسبايسي كمان، فما كانتش حلوه قوي. دي اوحش واحده بتاعه اللحمه بالكريمه. الحار ده هديله برضو 6 من 10 عشان بس الطعم مش لذيذ يا جماعه، يعني في حاجه مش لذوذه في العلب دي، فاهمين بقى؟ في علبه نكهه قويه جدا فمخليه الموضوع اوفر، يا اما النكهه ضعيفه جدا فالطعم مش باين. اكتر واحده اللي هي طعمها متوسط وحلو ومقبول هو اللي هي بالخضار، اللي هي دجاج بالخضار، دي اكتر واحده عجبتني، اللي هي دجاج بالخضار. اقل واحده اللي هي بالكريمه دي. توتال هو المنتج يعني متوسط، منتج متوسط، يعني هو مش الحاجه اللي كلتها وعجبتني وقلت دي خطيره دي جميله جدا، لا هو منتج متوسط بس. وهي كانت دي تجربتي النهارده، وهي تجربه على الجاهز، ويا ريت تروحوا تجربوا على الجاهز ده وتكتبوا لي بعد كده ايه الطعم اللي عجبكم، وانا كنت صح ولا غلط، ان الثلاث منتجات التانيين دول متوسطين ودي احلى واحده اللي هي بالخضار. قولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك بتاعكم عشان بيفرحني جدا وبيدعمني كمان. يا رب تكونوا اتسليتوا معايا، وما تنسوش تشيروا الفيديو لاصحابكم، ويلا استنوني فيديوهات جديده، وباي باي.